اسمع اسمع اسمع، منتخب مصر رجع يغير التاريخ، ومش المنتخب اللي في بالك. ها النهارده منتخب حلمي طولان اللي الكل الكوره مش بالاسامي ولا بالمحسوبيه، الكوره يعني رجوله. اللعيبه النهارده نزلوا قدام الكويت اكلوهم اكل. اي نعم النتيجه طلعت تعادل ايجابي 1-1، بس اللعيبه لعبوا بدمهم مش برجليهم. ده كان درس من لعيبه منتخب مصر وحلمي طولان، درس للمنتخب بتاع حسام حسن اللي لسه بندور على شخصيته يا اخوانا. اللعيبه دول مفيش واحد فيهم بخل بنفس واحد، ولا ان هو كسل انه يجري، ولا كسل انه يكون في ضغط عالي، ولا كان في قتاليه. كله كان بيجري على الكوره ويقاتل، كله اللعب كان من لمسه واحده. كانوا بيقولوا احنا منتخب مصر الحقيقي، لكن لعب الطول والعرض ده مش بتاعنا، مش اسمنا، احنا منتخب حلمي طولان مش حسام حسن. الطول والعرض ده النهارده كان في لعيبه رجاله بتلعب بقلب في قلب الملعب. لو كان ده منتخب الكبار كنا ضيعنا يا اخوانا، لكن المنتخب ده لسه فيه امل وكرامه ونيه بطوله من البدايه. لو كان منتخب حسام حسن ما كانش مخلي عندك الشغف ولا الروح العاليه انك تشجع منتخبك تاني. شوف منتخب حلمي طولان واللعيبه المحليه ديت عملت ايه. ارفع راسك وقول بصوت عالي احنا عندنا رجاله منتخب، ولسه الخير في ولادنا كبير.